السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض فانوس رمضان بمنتهى السهولة وبخامات متوفرة عندنا في البيت وبنرميها من كتر ما هي متوفرة يعني وعاملة لنا زحمة في البيت. تعالوا مع بعض نشوف الخطوات، بس قبل ما نبتدي أهلا بيكم. أنا هبة موسى ودي قناتي مامس كرافت. يلا مع بعض نشوف هنعمله ازاي. هنستخدم عشان نعمل الفانوس بتاعنا هنستخدم البرطمانات الإزاز اللي بتبقى متوفرة عندنا في البيت. هنختار برطمان يكون مقاسه المقاس اللي احنا عايزين نعمل بيه. انا هنا اخترت برطمان كبير شوية، وطبعا هيكون معانا الغطا بتاع البرطمان، وهنحتاج غطاين كمان بمقاسات اصغر منه، يعني هيكونوا بثلاث مقاسات، كل مقاس اصغر من التاني بالشكل اللي قدامنا ده. هنحتاج حلقة، اي حلقة متوفرة عندنا. انا دي كانت حلقة خشب متوفرة عندي، انما انتوا اي حلقة متوفرة عندكم، او ممكن حتى نعملها بالكرتون، بس لو هتعملوها بالكرتون اعملوها اسمك من كده شوية عشان تستحمل معانا. هنحتاج كمان غطا كبير شوية، غطا برطمان كبير شوية، هيكون القاعدة بتاعة الفانوس بتاعتنا بالشكل ده. اول حاجة هنلزق 3 غطيان ببعض بمسدس الشمع، ودول هيكونوا الغطا بتاع الفانوس بتاعنا. ولو في اي زيادات شمع ممكن ان احنا نعملها بالقطر بالطريقة اللي قدامنا دي، بنقصها بالقطر كده وبنشيلها بايدينا بمنتهى السهولة. وده طبعا علشان الفانش بتاع الفانوس بتاعنا يكون نظيف. وهنا غلفت الحلقة بخيط الخيش، لو مش متوافر عندكم ممكن ما نعملش الخطوة دي. ودلوقتي هنجيب سبراي وهنرش القاعدة والغطا بتاع الفانوس بيه. انا هنا استخدمت لون اسود مط، وممكن الخطوة دي نستبدل السبراي بألوان اكريليك، بس هندهن كذا طبقة علشان التغطية تكون كويسة. طبعا واحنا بنرش السبراي لازم نفرش مشمع او كيس علشان ما نبهدلش الدنيا. وهنرش الغطا والقاعدة بالشكل ده. دلوقتي هنجيب البرطمان. لو انتوا البرطمان بتاعكوا عادل من تحت مش هنعمل الخطوة دي، بس علشان البرطمان ده فيه كيرف كده من تحت، فهبتدي ألزق بسولوتيب، اللي هو السولوتيب الورق، الجزء من أول الجزء العادل، وهنرش الجزء اللي تحت بالسبراي. ولازم نتأكد ان احنا غلفنا البرطمان بتاعنا من فوق علشان الرش ما يجيش عليه. وهنا طبعت صورة المسجد ده من على النت، هسيب لكم لينك الصورة دي في الديسكريبشن بوكس. وهنقص الجزء اللي تحت ده مش عايزين. وهنا لزقت عليه سولوتيب علشان ما يتأثرش بأي حاجة بسهولة. ودلوقتي هجيب ورق كانسون اسود وهلزق المسجد ده عليه. ممكن نلغي الخطوة دي، بس انا حبيت ان ظهر المسجد يكون لونه اسود برضو. هنستخدم في الخطوة دي غيرة او بريت، وندهن الاطراف كويس جدا باللزق بتاعنا علشان ما تفكش مننا. ودلوقتي هنقص المسجد وناخد وقتنا في القص علشان الفينش بتاعنا يكون نظيف.
وده بيكون شكل المسجد بعد ما قصيناه. ودلوقتي هنجيب البرطمان ونفك اللزق من عليه بعد ما نكون اتأكدنا ان هو نشف تماما. ودلوقتي هنلزق الجامع على البرطمان بالشكل ده. هنستخدم في الخطوة دي الأمير أو الصاروخ، وهنركز جدا على الحواف بتاعة الشكل بتاعنا علشان ما تفكش مننا. ودلوقتي هنقص نجوم بثلاث أحجام مختلفة. ممكن في الخطوة دي نستخدم الفوم الجليتر الشبه اللي قدامنا دلوقتي، أو ممكن نقصهم على ورق أبيض وندهنه غيرة ونرش عليه جليتر. ودلوقتي هنلزق النجوم على البرطمان بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. واخر حاجة هنلزق القاعدة في البرطمان، وهنستخدم في الخطوة دي مسدس الشمع. ودلوقتي هنلزق الحلقة في غطا الفانوس. وده بيكون شكل الفانوس بتاعنا بعد ما خلصناه. ودلوقتي هحط جواه شمعة إلكترونية. بجد شكله تحفة جدا، ومحدش هيصدق ان انت اللي عاملاه. يا رب الفانوس يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، والى اللقاء في الفيديو الجاي بإذن الله.